السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم، ندوزو لتفاصيل حلقة اليوم على بركة الله. قضيتنا كتبدا في احد مراكز الدرك. واحد الصباح من بعد الفجر غيجي واحد السيد كيبلغ باللي البارح كان العرس ديال ولده في البادية، وكانوا مجموعين فيه عائلة العريس وعائلة العروس. مورا مسال العرس وتفرقوا الناس مع الخمسة الصباح، من بعدها بشي ساعتين غيتم اكتشاف جوج ديال الجثث ديال دراري ميتين على بعد 100 متر من الدار، كل واحد فيهم وفين طايح. تم اخبار النيابه العامه اللي عطات الامر باش يتوجهوا معاهم بعض العناصر. ملي وصلوا لعين المكان فعلا غيلقاو جوج ديال الشباب مرميين في الارض بعاد على بعضياتهم. داروا المعاينات ومن الملاحظ ان ما كانش بادي عليهم اثار الضرب او العنف، وقريب منهم كانت واقفه واحد الطوموبيل اللي تبين انها ديالهم. من يفتشوها الدارك لقاو فيها قنينات ديال الشراب، فيهم اللي خاويين وفيهم اللي عامرين. وهاد الشباب كانوا من عائله العروس وجايين من بلاصه بعيده، يعني هما ماشي من الناس ديال هاد الدوار. عائلتهم قالوا باللي هما ولاد الخاله، يعني ولاد الخواتات، وان مالي العرس البارح طلبوا من الدراري اللي سكرارين ما يدخلوش باش العرس يدوز ترونكيل وما ينوضش صداع. وحنا عارفين باللي العرس اللي كيكونوا فيه سكيريه او الدراري ناشطين شويه ما كيكملش بسلام. داروا المعاينات، تخداو دوك القراعي ديال الشراب اللي تلقاو في الطوموبيل والخاوي اللي كان مليوح على برا باش يترفعوا منهم البصمات. وبالمناسبه القراعي اللي تلقاو كانوا كتار، رغم ان العائله صرحوا بلي هاد الشباب كانوا غير بجوج بهم كيشربوا في الطوموبيل وما كان معاهم حتى شي حد اخر. ولكن السؤال المطروح هنا، كيفاش حتى ماتوا بجوج وكل واحد فيهم مرمي في جهه؟ هادشي بزاف على الصدفه، شي حاجه ماشي هي هذيك في هاد القضيه. وكما قلت ان القراع اللي تلقاو ديال الشراب كانوا كتار، وهاد الدراري ما تلقى معاهم لا تليفونات لا فلوس لا حتى حاجه. غيتم نقل هاد الجثث لامورغ باش يدار لهم التشريح الطبي ويتحدد السبب الرئيسي للوفاه. وفي انتظار هاد التقرير غيبدا البحث مع العائله والمعروضين. وهنا غيبان واحد الدري صغير اللي غيقول واحد المعلومه، باللي الدراري هذيك الليله سخروه يجيب لهم الكارو، وقال انه ما كانوش بوحدهم وباللي كانوا معاهم شي بنات. سولوه على هاد البنات كيف دايرين وشكون هما، قال انا غير سمعت صوت ديال البنات كيهضروا في الطوموبيل ولكن ما شفت والو حيت كان الظلام. مشيت سخرت لهم، جبت الكارو ورديت لهم الصرف ورجعت للعرس. وحنا عارفين باللي في الباديه كتكون الاناره العموميه قليله وكتصعب معاها الرؤيه. الدرك بداو كيحاولوا يتوصلوا لهذوك جوج بنات شكون هما. تستبعدوا خواتات الضحيه حيت ما يمكنش يكونوا معاهم وهما كيشربوا، ما يمكنش تجلس مع اختك وانت كتشرب. سولوا البنات ديال العائله، حتى وحده ما قالت انا راه كنت معاهم. الناس كيقولوا باللي الدراري جاو غير بوحدهم وما شافوا معاهم حد، وجاو من بعد ما بدا العرس. وكما سبق لي وذكرت، الدراري ما تلقاوش معاهم لا تليفونات ديالهم لا فلوس، يعني شي حد اللي سرقهم. حاولوا الدرك يصونيو على هاد التليفونات لربما يلتقطوا شي اشاره يعرفوا بها فين كاينين هاد الهواتف، ولكن والو ما كاين حتى نتيجه. في هاد الاثناء غيخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي واللي كيأكد باللي الدراري ماتوا بسبب واحد الماده مسمومه خداوها في الشراب، يعني ماتوا مسمومين. هنا الدرك اللي مكلف بالبحث غادي يمشي عند عائله اللي كان عندهم العرس، وغادي يحاول يطلب منهم يعطيوه واحد القائمه باسماء الناس اللي كانوا حاضرين عندهم. وفعلا بداو كيسردوا عليه الاسماء وكل واحد وصله القرابه اللي كتجمعوا بهم. بات العريس قال باللي العرس كانوا فيه عائله العروس وعائله العريس، يعني ما يمكنش ليه يتعرف على الناس كاملين، يعني اللي جايين من عائله العروس. وهما كانوا جابوا واحد المصور باش يفيلمي ليهم العرس، وهاد النقطه مزيانه. وحنا عارفين باللي بزاف الناس كيديروا هاد القضيه باش كيوثقوا هذيك الليله وكتبقى عندهم. غياخد كي نمره هذاك الفوتوغراف، غيتصل به وعرفوا براسو وسولوا على هذاك السيدي اللي صور في العرس الفلاني. وفين وصل جاوبوا المصور باللي خدام عليه وقال ليه واحد يومين ويكون واجد. وفعلا من بعد يومين اتصل به ووجد ليه نسخه من داك السيدي. مشى الدار كي جاب ديك النسخه لابريكاد وعيط على جوج ديال الاشخاص، واحد من عائله العريس وواحد من عائله العروسه اللي كانوا مسؤولين على الضياف وعارفين الناس اللي معروضين. خدموا السيدي وبداو كيسولوهم على الاشخاص اللي كتشدهم الكاميرا، شكون هذا شكون هادي شكون هذا، حتى لواحد اللقطه غادي تبان واحد البنت لابسه قفطان غوص كتشطح، بنت طويله عامره
شعرها قصير ومصبوغ. مني سولوهم شكون هادي، شخص من عائلة العريس قال بلي ما كيعرفهاش، وحتى اللي من عائلة العروس عيطوا الناس اخرين، ولكن حتى هما ما تعرفوش عليها. هاد البنت كانت داخله وسط الناس وكتشطح، ومن طريقه الشطيح ديالها كتبان باللي ناشطه اكثر من القياس. شويه كتبان بنت اخرى لابسه قفطان كحل جات كتشطح معاها، ومن الطريقه باش كتحرك غيبان باللي راه ماشي في حاله طبيعيه، يعني غالبا سكرانه. هاد جوج بنات ما تعرف عليهم حد، لا عائله العريس ولا عائله العروس، ومني قلبوا في التصاور ما كانوش مع الناس اللي مصورين مع العرسان. خداو واحد السكرين من داك الفيديو اللي كيبانوا فيه هاد جوج بنات واضحين مزيان، وبداو الدرك كيوريوه للناس بحال الناس ديال الدوار، الناس اللي كانوا حاضرين وخوت الضحايا، ولكن بلا فايده ما وصلوا لوالو. وحيت من الضروري يتم التعرف على هاد البنات لانهم هما اللي كانوا برانيات على العائله والدوار، وزيد عليها كانوا سكرانات. البصمات اللي تخداو من القنينات ديال الخمر تعطلوا باش يخرجوا النتائج ديالهم، والتليفونات اللي تسرقوا ما بقاوش شعلوا من الليله اللي وقعات فيها الجريمه. فالدرك ما يمكنش يبقاو مربعين يديهم، فغيبداو يقلبوا على شي صحاب الضحايا يوريوهم هاد الصوره لعل وعسى يتعرفوا عليها. وبالفعل قدروا يوصلوا لواحد من ولاد الجيران ديال احد الضحايا، وهو صاحبه في نفس الوقت. مني شاف الصوره تعرف على وحده من البنات، وبالضبط على البنت اللي كانت لابسه قفطان كحل، وسماها. حنا هنا غنسميوها ليلى، اسم مستعار. قال لهم هذه ليلى وراه هي صاحبة فلان، وكانت الشافة ديالو في المعمل اللي خدام فيه. بالحق ما قدرش يتعرف على البنت الأخرى. هنا غيخص الدرك الملكي ينتقلوا للمدينة اللي كان كيشتغل فيها واحد من هاد الدراري اللي تقتلوا، ويمشيو لهداك المعمل اللي كتخدم فيه هاد ليلى. وبالفعل مشاو لهداك لوزين وسولوهم واش خدامه هنا شي بنت سميتها ليلى. قالوا سيدي، وراه مسؤولة على السيرفيس الفلاني، ولكن راه ما كايناش دابا حيت كتخدم بالليل. خداو منهم لادريس وتوجهوا للدار ديالها، دقوا الباب وفتحات لهم واحد السيده كبيره شويه في العمر. سولوها واش هذه دار ليلى، قالت لهم وتبين باللي هي اختها الكبيره. طلبوا منها الدارك تكلمها ليهم، وفعلا خرجات عندهم. مني شافوها عرفوا باللي هي نفس البنت اللي كانت السيده ديال العرس لابسه قفطان كحل وكتشطح. قالوا ليها لبسي حوايجك وجيبي معاك لاكارت ناسيونال ديالك ويلاه معانا. وفعلا مشات معاهم لمركز الدرك الملكي، غيبوانتيوها وغيلقاو السجل ديالها مزيان ما سبقش ليها دوزات الحبس. جبدوا ليها السكرين اللي تخدم من السيدي وسولوها واش هادي انتي، قالت لهم انا هادي. شكون البنت اللي كانت معاك؟ قالت لهم صاحبتي وراه خدامه في واحد البار سميتها لبنى. قالوا ليها شكون عرض عليكم لهاد العرس؟ قالت حنا ما كنعرفوش مالين العرس، حنا غير مشينا مع شي دراري كنعرفوه. سولوها شكون هاد الدراري؟ قالت لهم فلان وفلان. قالوا لها واش عرفتي شنو وقع لهم؟ قالت لهم سمعت بلي لقاوهم ميتين. قالوا لها وفاش رجعتي انت وصاحبتك؟ قالت لهم ملي سال العرس بتنا في دار العريس حتى الصباح وشدينا طاكسي ورجعنا. قالوا لها اش هاد التخربيق كتقولي؟ نتوما جيتو معاهم اللي كامل وانتم سكرانين وشربتوا معاهم، وفي الصباح رجعتوا بوحدكم. وحاجه اخرى، كيفاش كتقولي باللي بتو في دار العريس وانتم حتى حد ما عرفكم؟ يعني نتوما كون ما عرفتوش باللي الدراري ماتوا هذيك الليله ما كنتوش غترجعوا بوحدكم. الدرك غيمشيو يجيبوا صاحبتها اللي سميناها لبنى. هاد لبنى خدامه في واحد البار وفايت ليها مدوزه الحبس. سولوها على العرس وهي تصرح باللي مشات ليه مع صاحبتها وجوج صحابهم. قالوا لها شوفي صاحبتك ليلى هنا وهي اللي وصلتنا لك، فغتعاودي لينا شنو وقع هذيك الليله وبالتفاصيل. قالت لهم انا اصلا ما كان فراسي والو وما درت لا بيدي ولا برجلي، انا ديك الليله مشيت معاهم، وصلنا للعرس وبدينا كنشرب. ليلى كانت جالسه اللور وهي اللي كانت الساقي، اي هي اللي كانت كتكب لهم الشراب وهما كيشربوا. شويه غادي يبانوا ليا كيتوجعوا وهبطوا من الطوموبيل كل واحد وفين كيتمرغ. انا ما فهمت والو وبديت كنغوت وكنقول ليها هادو مالهم اش وقع ليهم. ليلى جاوبي. قالت لي غير خليهم سرهم، انا اللي درت لهم السم. مني بانوا ليا ماتوا لبسنا حوايجنا زينا صيكالنا ومشينا. بقينا كنتمشاو في واحد البيست حتى وصلنا للطريق الكبيره، شيرنا للطاكسي ورجعنا لديورنا. مني سولو ليلى حول السبب اللي خلاها ترتكب هاد الجريمه، قالت بلي انا هاد السيد صبرت معاه
ودوزت معاه بزاف، وكنت كنصوفي فاش ما كيكونوش عنده الفلوس، وانا اللي دبرت ليه على الخدمه في الوزين اللي انا فيه. والنهار اللي وقف على رجليه بدا كيتبدل عليا وتعرف على بنت اخرى ولا كيتلاقى بها. وصلتني شي اخبار بلي بغى يتزوج بها، وفهمت بلي هو كان غير كيتفلى عليا ويضيع عليا وقتي. 4 سنين وانا معاه. والنهار اللي عيط ليا باش نمشي معاه للعرس تعصبت، حيت عرفتو بغى يمشي غير ينشط ويشطح ويسكر، داكشي علاش تفكرني. اما في الحلال والزواج بغى وحده اخرى، فقررت نصفيها ليه. خديت واحد النوعيه ديال السم اللي ما غاديش يعيقوا بها. في الاول كنت ناويه نقتلو غير هو، من بعد جمعت معاه حتى صاحبه حتى هو بحاله. مني سولوها واش هي اللي خدات التليفونات، قالت انا السيد 4 سنين وانا كنفورني عليه. داكشي علاش حتى انا بانت ليا في التليفون وبسطامو وديتهم معايا قبل ما نمشي. هاد الاقوال غادي يتحروا في محاضر رسميه وغادي يتقدموا للعداله. غيتم الحكم على ليلى بالسجن المؤبد، وصاحبتها لبنى اللي كانت معها تحكمات ب10 سنوات، لان ليلى براتها وقالت باللي هي ما فراسها والو، وكون قالت ليها شي حاجه كانت غادي تخسر ليها الخطه كامله. حتى لهنا غتكون حلقتنا اليوم انتهت. كنشكركم على متابعتكم الفيديو. نبغي نذكركم ديروا ليا لايك، اشتراك للقناه، وما تنسوش. نشوفكم في الفيديو الجاي.